كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، كل سنة وانتوا بسعادة وخير يا رب. النهاردة كده هنعمل مع بعض العاشورة، عشان عاشورة بقى بكرة ان شاء الله. فانا جبت نص كيلو من القمح ونقعته حوالي 4 ساعات. تمام. هحطه كده مية واغليه واقول لكم هنكمل مع بعض ازاي. كل سنة وانتوا طيبين يا رب، يعود علينا وعليكم بخير. طبعا انا حطيت المية اهي، ماشي. هخليه كده يغلي. يا جماعه انا ولا بعرف اقول جبت كوبايه ولا كوبايتين، انا جايبه من العلاف ولا اللي يتقال عليه العطار، هو نص كيلو قمح. يا حبايبي قلب ام امل، البليله دي مش هتاخد سوا كتير عشان كانت منقوعه، فاحنا هنحط سكر. السكر ده طبعا هيتحط قد ما انت بتحبي، يعني في ناس تحب الحاجه معسله قوي وناس تحبها مظبوطه. تمام. انا حطيت سكر اهو واحط شويه تاني. ليه بقى احطه من دلوقتي؟ انا لما احط السكر من دلوقتي هيفضل يغلي، البليله هيكمل سواها وهي الحبه الغله شربت من السكر. ربنا يجعل ايامكم كلها سكر يا رب. كده يبقى البليله شربت من السكر، الطعم كده يبقى ألذ واحلى. هنفضل اللبن ايه، اكمل سواها بقى في اللبن. انا كده حبايب قلب ام امل، انا بس ما جبتش التصوير بقى، معلش. اعمل ايه؟ بصور بيد واحده، ما بحطش الرنج وباخدش بالي ان التليفون كنتش دايسه تصوير. انا كده حطيت لها معلقتين نشا مع كيلو، حوالي كيلو وربع لبن. هسيبها بقى تهدى واعبيها وارجع اكملكم تصويرها. وهنا كده بقى حبايب قلب ام امل، انا غرفت دولة. بص غرفت السلطانيات الجمال دول. تمام. انا ولا حطيت لهم جوز هند. انا هحط لنا احنا بقى جوز هند، مكسرات سوداني اللي موجود، بس انا وامل بنحب ناكلها كده. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير وبسعاده يا رب، ويعودها علينا وعليكم بخير. يلا بقى اللي ما عملش عاشوره كده يقوم يعملها نص كيلو قمح كده ويروق على نفسه ويعيش اضواء السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين. شير ولايك ودعوه حلوه ليا ولكم مثلها يا رب. كل سنه وانتم طيبين.